بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ها نحن إن شاء الله تبارك وتعالى حول موضوعنا الصحوة، نفوذ الصهيونية المسيحية في العالم الغربي وهيمنتها وسيطرتها على العالم الإسلامي. وإحنا الآن في هذه الحلقة 11 إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نواصل الحديث نتاعنا. فإحنا لما نديروا ملاحظة حول الغرب نلقاوها أن هذا الغرب ذو وجهين، وجه سياسي وهو الظاهر للحضارة الغربية، ونلقى أيضا الوجه الآخر اللي هو الوجه الفكري الذي يمثل القاعدة العلمية للحضارة الغربية وموقفها من الإسلام والمسلمين. نرى أن الغرب الإسلامي أو الغرب السياسي عفوا كان عبر التاريخ ولا يزال عبر تعامله مع العالم العربي اليوم نجد أنه يروم إلى الهيمنة والسيطرة على مقدرات المسلمين. ونظرا لأن النظام الدولي الحالي له قلب، يعني سنتر، يتمثل بالدول الغربية وبالأخص الولايات المتحدة وأوروبا. الولايات المتحدة التي يرمز إليها الإيو واليو اس والأوروبا اللي هي الإيو، يعني الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. نجد هذو حاكمين المركز اللي هما تاع السونتر. على الأطراف اللي هي البريفيري تقع كل البلاد نتاع المسلمين بشتى ألوانهم وعناصرهم وألسنتهم ومواقعهم من جغرافيا العالم، كما تقع سائر دول العالم الثالث الأخرى. فإن القلب يتحكم بالأطراف عبر 4 أضلاع. الحاجة الأولى أن الإيو واليو اس اللي هما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هذو حاكمين الأطراف هذو من 4 أضلاع، 4 زوايا ما يخلوهمش يتحركوا. الجهة الأولى هي احتكار الطاقة تاع السلاح وتجارته. الشيء الثاني احتكار النفط والخامات الأخرى، كما يقول مايكل كلير في كتابه ذو ريسورس اوف وورز، يعني حرب الخامات. وهذا الكتاب أنا راني ننصح به بتقراوا هذا الكتاب هذا اللي هو حرب الخامات ذو ريسورس اوف وورز. وعنده كتاب آخر الدول المارقة، وعنده كتاب ثالث تحت عنوان دم ونفط. يعني من أجل النفط لابد أن ترتكب الجرائم كما فعل بعدة دول، منها أفغانستان، منها العراق وما إلى غير ذلك. الأمر الثالث هو احتكار الشرعية الدولية. والشرعية الدولية هذه اللي راهي الآن قائمة على أساس عبر الأمم المتحدة. احنا نسمعوا دورة يقول لك قالت الأمم المتحدة، هذه هي الشرعية الدولية. الأمر الرابع هو الضلع نتاع العولمة اللي هي قصدوا بها العولمة في التجارة، في الثقافة، وأيضا في الإعلام، وهم كامل مسيطرين على جميع هذه المراكز. فهنا يعني لاحظوا النظام الدولي بعد 1991 إلى الآن كما كنا نقولوا
كاينين دول تاع القلب اللي هما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، والآخرين جايين على الأطراف، دول الأطراف اللي هما البريفيري، منهم إفريقيا كامل، وكان آسيا، وكان أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية. وهذو واش محتكرين الاحتكار تاع المواد الخام والنفط والقمح. في نفس الوقت محتكرين تقانة تاع السلاح، لأنه السلاح كامل راه من الدول الأوروبية ومن أمريكا. وأيضا احتكار تاع الشرعية الدولية المتمثلة في الأمم المتحدة والعولمة يعني الإعلامية والثقافية. أما الغرب الفكري هنا وتاع الوجه الثاني اللي هو الغرب الفكري، والذي يتمثل في منهج الخطاب المعرفي الغربي في رؤيته وكذلك فهمه للإسلام، نلقاوه يرتكز إلى 4 ثاني أضلاع أو 4 مفاصل. منها الموقف نتاع من الوحي، الموقف من النبوة والشخص نتاع النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف الثالث من الإنجازات الحضارية للمسلمين، سواء في مجال الطب أو الفلك أو الرياضيات والجغرافيا وغيرها من العلوم، علوم الآلة الحديثة. أيضا الموقف من مسألة تخلف المسلمين الحالي، اللي هو السبب تاعو من خلال الاستعراض تاع تأويلات الغرب والتفسيرات تاع الغربيين لهذه المواضيع المتمثلة. نلقاوها مثلا في كتابة نتاع رينهارد دوزي، ونلقاوها أيضا عند المستشرق جورج زير ولاماس سورديل، ونلقاوها عند أيضا المستشرق ووات، ونلقاوها أيضا عند المستشرق رودونسون. وهنا المستشرقين راهم يعني بطبيعة الحال بكثرة. ونلاحظ أن هؤلاء جميعا أنكروا الوحي، هذو اللي ذكرتهم كمثال، هذو كامل أنكروا الوحي، يعني أنكروا النبوة نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم تطاولوا إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكروا دور المسلمين في الإنجازات الحضارية. قالوا يعني المسلمين هذو ما عندهم لا حضارة، ما عندهم والو، احنا اللي جبنا الحضارة. وتتصور هذو المستشرقين في الجانب، في الوجه الفكري هذا، أكدوا أن السبب نتاع التخلف نتاع المسلمين ركزوا على الإسلام، قالوا الإسلام هو اللي خلاهم متخلفين ذاته. ومعظم الكتابات تاعهم في حقيقتها اتجهت نحو محاولة تقويض أساس العقيدة الإسلامية المتمثل في الكتاب الكريم والسنة الشريفة. هذا الموقف التاريخي للغرب سياسيا وفكريا من الصعب محوه يعني من الذاكرة نتاع الأمة الإسلامية، والله نقدروا نمحيوها من النخب الفكرية. ولذلك على الغرب مسؤولية أدبية كبيرة إزاء الأمة الإسلامية إذا أراد أن يحافظ على مكانته الأدبية بين المسلمين. هنا ما من شك يعني بأن الاستطاعة نتاع الغرب حاليا وعبر القوة اللي يمتاز بها الغرب من ناحية المادية أن يفرض الشروط تاعو الموضوعية والفنية في علاقاته مع الإسلام والمسلمين. لكن من قال أن ذلك يكفي لبناء علاقات مستمرة ومستقرة يعني ومثمرة بين المسلمين وبين الغرب عبر آفاق المستقبل، يعني من المستقبل، وهذا غير ممكن لأن العداء الآن هو عداء يعني معروف، يعني ما قدروش نتناقضوا مع القرآن العظيم، لأن التناقض هنا بين الإسلام والغرب هو تناقض عقائدي، وإحنا رانا على الصح وهما راهم على خطأ. لكن
بفعل العولمة وبفعل الهيمنة والسيطرة الإعلامية والثقافية، والشيء اللي كنت نقول فيه قبل، هذا هو اللي خليهم هما يتعصبوا للأفكار تاعهم ولا الآراء تاعهم ولا الحضارة الغربية المزيفة نتاعها. الغرب يطالبنا بتحسين الصورة نتاعنا عنده، ولذلك بندكيت السادس عشر هذا النازي، هو نازي يعني في حقيقة الأمر، وصهيوني في نفس الوقت، وشاذ جنسيا. هذا يقول على الإسلام، هذا يقول لك الإسلام هذا لازم له أمرين. وش يقول؟ يقول لك يا إما نقضيو عليه، يا إما الإصلاح نتاعو، يا إما القضاء عليه كلية، يا إما نقوموا بالإصلاح نتاع الإسلام. وش يقصد هو الإصلاح نتاع الإسلام؟ هو أن يندمج في الحضارة الغربية ويأخذ كأنه يتغذى من الحضارة الغربية، يتغذى من الثقافة، يتغذى من العولمة الغربية ومن الإعلام الغربي وما إلى غيره، وإما أن يقضى عليه أو نقوم بالقضاء عليه. وربما أكثر حول يعني تحسين الصورة نتاع الإسلام لدى الغرب، كما راهم هما الآن يحوسوا، قالوا باللي لازم الإسلام نحسنوا له الصورة تاعو. لا نشك بأن معظم القيادات نتاع الحركة الإسلامية في العالم يفهمون المراد نتاع الغرب، وذلك لأن المعظم نتاع القيادات نتاع الحركات الإسلامية المعاصرة الآن درس وتلقى تدريبه العلمي في جامعات ومعاهد ومختبرات وحتى مصانع الغرب للحديد والصلب والصناعات الثقيلة. مثلا على سبيل المثال نأخذ الحسن الترابي مثلا. هذا الحسن الترابي هذا مو يعني هو شخصية يعني في الحقيقة الأمر، هذا درس في الغرب، درس في الغرب ويتكلم الإنجليزية والفرنسية، وتلقى الدراسات العليا تاعو في فرنسا، وبعد ذلك أصبح عميد لكلية الحقوق في جامعة الخرطوم اللي هي عاصمة السودان. ونلقاو أيضا في تركيا مثلا نجم الدين أربكان، هذا كان مهندس كبير يتقن اللغة الألمانية لأنه تلقى التعليم تاعو في ألمانيا، وتخصص في المكائن الديزل، يعني هو سبيسياليتي تاعو في الديزل، وكان وزير للصناعة في تركيا. مثلا نروحوا مثلا لتونس نلقاو راشد الغنوشي، أيضا هذا يتقن الفرنسية لأنه درس في فرنسا ودرس فيها الفلسفة، وأكمل بعد ذلك التعليم تاعو في جامعة دمشق. سيد قطب أيضا رحمه الله حصل على الماجستير في الإدارة التربوية من الجامعة الأمريكية في الولايات المتحدة. وهذا الرجل هذا اللي اغتيل يعني في الحقيقة قتل، وكان يتكلم ويقرأ اللغة الإنجليزية، وكتب كتاب باللغة الإنجليزية، وبعد ذلك قاموا بترجمته اللغة العربية اللي هو تحت عنوان أمريكا التي رأيت. وهنا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نتوقف عند حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله، وسنواصل حديثنا في حلقات مقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.